السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا كده هنعمل بطايه كده حلوه صغيره. البطايه دي حوالي 2 كيلو ونص كده او حاجه. هنعملها وهنعمل معاها صينيه بطاطس كده صغيره برضو. ده كان اكلنا النهارده الجمعه، جمعه مباركه عليكم يا رب. اتمنى الاكل يعجبكم، واتمنى الطريقه بتاعتي في طبيخ البط تعجبكم. تعالوا بقى يلا بينا نشوف عملنا الحاجات دي ازاي. يلا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده كده عندنا بطاطايه كده حلوه هنعملها مع بعض. وايه ودي الغدا بتاعنا النهارده الجمعه، جمعه مباركه عليكم يا رب. وان شاء الله كده هتشوفوا معانا هنعملها ازاي، والطريقه بتاعتي يمكن تعجبكم تعملوا زيها. او اللي بيعمل طريقه تانية يبقى يقول لنا في التعليقات. تعالوا اول حاجه كده عندنا هنا معايا 3 بصلات وسط. طبعا دول المرته بتاعتي، هحط عليهم البهارات حالا دلوقتي علشان هحشيها. وبعد كده ايه، هي بطايه يعني مش دكر. بطايه وسط كده، مش كبيره ومش صغيره، هي وسط. فهي تاخد انا عملت البصل ده علشان على قد ايه، على قد بطنها وكده. نحط عليه البهارات بتاعتنا. هنبدا كده بالملح. معايا هنا حوالي معلقه ملح كبيره، يعني 2 صغيرين. ومعلقه فلفل اسمر صغيره، ممكن كمان تزودي نص معلقه صغيره يعني حسب ما انت حابه. يعني البهارات زي ما احنا قايلين قبل كده حسب ما احنا بنحب. وعليهم كده شويه زيت، حوالي كده 3 معالق زيت. ومعايا هنا برضو شويه زيت حلوين كده. انا مش حابب الزيت ما يحطش عادي براحتك، بس احنا بنحب الزيت في المرتة عادي. تمام. هبدا بقى اني امرط المرتة كده، وتخلي بقى جنبك الابره والخيط علشان بعد ما تحشي على طول ايه تبداي تخيطيها. بسم الله. بالشكل ده. نجيب بقى البطايه كده. طبعا البطه انا نقعها، كنت نقعها في المحلول بتاعنا اللي احنا عارفينه، دقيق وميه وليمون وملح زي الفل يعني. بالشكل ده كده. هي خليتهم هي ما شاء الله، خلت البصل كله. طبعا من عند الزور هنا كده ما بخيطوش، بدخل فيه الرقبه بتاعتها كده. الرقبه بتاعتها اهي، بدخلها في الزور من هنا كده بسم الله. فبتقفل المكان ده، قفلته اهي، بتقفله عشان ما ينزلش منه ايه اي حاجه. بس ثواني كده، لان هي كده شكلها مش هتبقى مظبوطه، ندخلها من الناحيه دي. قفلته اهي خلاص. هجيبها بقى من هنا كده، وهجيب الابره بتاعتي وهبدا ايه اخيطها. انا خيطتها كده اهي تمام. هاجي بقى من الجناب من هنا كده، وهديها كده نغزه بالسكينه، وبرده الجنب التاني كده، وهديها برده نغزه بالسكينه كده. تمام كده، هي كده تمام. معايا هنا الحله على النار، انا كنت حطاها فيها ميه علشان تسخن، وحاطه فيها الحوايج بتاعه البطه اللي هي الرقبه والجناح، اللي مش الرقبه كانت معايا الجناحات والقنصه والكبده والحاجات دي. نزلت فيها بورقتين لوري كده، وكمان ايه 3 مستكه كده، قصدي حبهان معلش. وبعد كده ايه، انا بقى كنت مستنياها يعني ايه تسخن شويه على بال ما احشي محشي البطه، وهنزل على طول في الميه بيها كده بسم الله بالشكل ده. اضغط عليها بس كده، وانزل كده فيها بس كده. هحط عليها بقى هنا دلوقتي في الحله، وهسيبها لحد ما تتسلق كويس، وبعدين نشوف هنعمل ايه. معايا دلوقتي انا خلاص سلقت البطه، وكبيت الميه بتاعه السليق، ودلوقتي هشوحها بقى علشان اولع عليها في الطبخ.
هنزل هنا في الحله بشويه زيت. طبعا انا غسلت الحله بعد ما كبيت الميه. وبعد كده معايا كام فص كده مستكه، وزيهم كده 3 فصوص حبهان، ومعايا برضو ورقتين لورا كده. استنى بس اما الزيت يتقدح شويه، وبعد كده هنزل بقى اشوح البطه فيه. دلوقتي بقى هنزل بالبطه اهو، بسم الله. هسيبها شويه على الوش ده وبعد كده هقلبها. كده اديتها تشويحه على الوش ده. ده بقى كمان اللي تحت ياخد تشويحه، وبعد كده هنزل عليها بالميه وبقيه الحوايج يعني والميه. انا كده نزلت بالحوايج اهي كمان، وهنزل كمان بالبصله دي زي ما هي كده صحيحه. احط بقى شويه فلفل اسمر كده، يعني حوالي نص معلقه. الملح يعني خليه للاخر، ما تحطيش الملح على طول غير لما الشوربه تقرب تقلب، يعني تقرب لما تقلب وتقرب تستوي البطه نحط الملح. ودي رشه كمون خفيفه خالص اهي. دلوقتي بقى هنزل بالميه. لو لقيتيها لسه محتاجه ميه ممكن تسخني لها شويه كمان. بس كده هي كده خلاص. هسيبها بقى مع نفسها تبقى تقلب بقى مع بعضها، وهي كده تمام. معايا هنا عملت صينيه بطاطس، قطعت طبعا البصل عليها شرايح زي ما احنا واخدين، عملتها قبل كده قدامكم. وهبدا احط لها بقى البهارات بتاعتها. هحط فلفل اسمر معلقه صغيره كده، ما كترش ملح، بس هحط حوالي نص معلقه صغيره عشان انا هحط حته تومه، والتومه فيها ملح عشان ما تبقاش حادقه قوي. وهحط هنا نص معلقه توم مدوق كده اهي. طبعا هو فيه شطه وملح، فمش هحط شطه. بعد كده هجيب الطماطم بتاعتي اهي، هبدا انزلها بسم الله بالشكل ده كده. كده كده خلاص. حط عليها الطماطم، هحط انا بقى ماده دهنيه كده حوالي معلقتين زيت، وبعد كده بقى احطها على النار. كده خلاص نكون خلصنا الاكل بتاعنا. البطه هنا خلاص استوت ما شاء الله، وانا حمرتها تحت الشوايه. وهنا الشوربه، وعملت صينيه البطاطس هنا اهي وحمرتها برده تحت الشوايه. والرز معانا خلص اهو الحمد لله، والاكل كان جميل وزي الفل اهو. اتمنى تكون طريقتي عجبتكم. طبعا احنا لسه هنفتح البطه ونطلع المرتة منها وكده، واحنا قاعدين بناكل. انا بحب افسخ، فعشان كده مش هفتحها ولا هقطعها دلوقتي. وهي استوت وزي الفل. ارجو ان يكون الفيديو عجبكم، واللي لسه ما عملش اشتراك يعمل لي اشتراك، واعملوا لي لايك لو عجبكم الفيديو ان شاء الله. يلا سلام.